حبايبي، اهلا بيكم في يوم جديد معايا. النهارده ان شاء الله هنعمل النوتيلا اللي هي العلب. هنعملها بطريقه بسيطه وسهله من البيت، مش هتكلفنا اي حاجه، تنفع للسندوتشات وتنفع ناكلها كده في اي وقت. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. انا معايا هنا كوبايه لبن، ومعايا باكو نسكافيه بالبندق. نسكافيه بالبندق عشان يدينا طعم البندق كده وتبقى ايه زي بتاعت بره بالظبط. كوبايه لبن على النار وباكو نسكافيه بالبندق. معايا هنا مبشوره، كوبايه شوكولاته مبشوره. على فكره كوبايه الشوكولاته المبشوره مش كتير، يعني ده قطعه كده. حطيتهم كلهم على النار وهسيبهم بقى كده ايه يسيحوا. هاخد بقى معايا الخلاط، حطيت فيه نص كوبايه سكر، وحطيت فيه 3 معالق كبار كاكاو خام دارك، وحطيت كمان كوبايه لبن، وهيبقى معايا كمان كوبايه زيت. الزيت ده بقى هينزل تدريجيا كده. تمام. ساحت معايا الشوكولاته اهيت بالبندق واللبن، هحطهم مع بعض كده في الخلاط، هديهم بقى ضربة، بضرب وانزل سرسوب سرسوب الزيت. ضربتهم في الخلاط زي ما انتم شايفين كده. دلوقتي هي لسه طالعه سخنه مولعه، انا لسه ما حطيتهاش في التلاجة. لما تخش التلاجة هتجمد وهتبقى ايه ما اقولكيش. عندك كريب هتحطي عليه، هتحطي الشوكولاته كده، تحطي موز بقى وفراوله، موز ومانجا، اللي انت عايزاه على الكريب. ما عندكيش كريب هتحطي في سندوتشات العيش الفينو كده. بس ايه، انا عاملاها سايحه. لسه انتي بقى هتحطيها في التلاجة وهتجمد منك خالص خالص خالص. والطعم ايه؟ طعم البندق وطعم الشوكولاتة. واهم حاجة تجيبي شوكولاتة كاكاو خام نضيف علشان يفرق في الطعم.